السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ وحلويات مهاجرة. اليوم جيت نشارك معكم هذا المسمن معمر بالبطاطا. كيجي زوين. تقدروا توجدوه في رمضان ولا هكذا لضيافكم ووليداتكم. كما قلت لكم فهو كيكون معمر بالبطاطا واحد مشرمله هكذا، كيجي زوين، بطاطا مسلوقه. كنتمنى تبقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه والمقادير اللي درت. راه ساهل وكيجي بنين بزاف بزاف. دابا هنا خديت البطاطا، الكميه كتبقى على حساب شحال عندكم، وكنديروا معها الملحه وكنخليوها تسلق. الا لقيتوا البطاطا البيضاء تكون احسن. وهنايا خديت مقله درت فيها بصله مع شويه الزيت وملحه، ونخليوها طيب مزيان مزيان حتى تحمر. وهنايا غادي ندوز باش نعجن المسمن. فعندي الملحه وشويه العسل والفينو مع الفورس. فالعجينه المسمن راها باينه. كنعجنوها مزيان. وهنايا من بعد ما البطاطا تسلقات كنضيفوا لها الزبده وكنحاولوا نمعسوها مزيان، يا اما بالفورشيط ولا هكذا بشي، ولا ديروها في هذيك الحكاكه ديال اليد. دابا غادي ندوزو باش نضيفو الترموله ديالنا ولا العطريه. عندي هنا التحميره، واحد تقريبا معلقه صغيره ديال التحميره. وعندي البزار، واحد نص معلقه ديال البزار. المهم على حسب كيبغيها، اللي كيبغيها حاره يكتر شويه البزار، ولا اصلا غندير انا الحرف التالي. والملحه بطبيعه الحال كنذوقوا الملحه ديالنا من بعد ما نقشروها. وهنا عندي واحد جوج ديال الثومات محكوكين. وغادي نضيفو القزبر ومعدنوس. ونحاولوا نخلطوا هادشي مزيان. وغادي نضيفو هنا البصله اللي كنت شحرت، كنخليوها تشحر بحال هكذا، كتعطي واحد المذاق زوين. صافي، وغادي نخلطوا هادشي مزيان مزيان. فهاد العماره كتجي زوينه، كتجي بنينه. كنديرها حتى في البريوات ولا السيجار. مره اخرى نشارك معكم الطريقه ديالهم. صافي، وغنضيف الحار اللي كنت نسيت في الاول. تقدروا تضيفوا هاد الحار ولا غير هكذا السودانيه غبره ولا حتى الهريسه ممكن. صافي، ونخلي الحشوه ديالي تبرد في الجنب حتى نسالي العجينه ديالي. هنا غادي ندوز باش نقسم هاد العجينه. والعجينه فاش نعجنوها نخليوها ترتاح باش كتساعدنا في الخدمه. فانا كنستمر حتى نسالي العجينه كامله. ممكن تصغروا الكرات ولا تكبروهم على حساب نتوما شنو كتبغيو. فدابا هنا من بعد ما كملت العجينه غطيتها وخليتها ارتاحت مره اخرى باش هكذا تطاوعني في الخدمه ما تجيش قاصحه. وراكم عارفين دائما المسمن من العجينه ديالو ما نقصحوهاش، نخليوها هكذا رطبه شويه باش كيجي زوين. صافي، كنحاولوا نبسطوا العجينه مزيان حتى نحاولوا يبان لنا الرخامه ديالنا هكذا تبان من تحت العجينه باش كيجي مورق وكيجي زوين. كندهنوها شويه بالزيت وكنهزوا واحد شويه من الحشوه ديالنا البطاطا. صافي، وكنغطيو العجينه ديالنا. فالعمار التعمار ديال الملوي راه باين ولا المسمن.
صافي غنبقى انا غاديه هكذا غنبقى نعمر حتى كنعمر تقريبا النص وكنبقى نطيب، وانا غاديه وانا خدامه كنطيب وكنعمر حتى كنسالي الكميه. راه ساهل هذا المسمن، كيجي زوين وكيجي بنين، كنصحكم تجربوه. كنديروا شويه الزيت في الاول، نحاولوا ندهنوها في الاول. ودائما نبقى نحركوا هكذا المسمنه ديالنا فوق المقله ولا فوق، المهم فاش كطيبوها بقاو دوروا هكذا باش كتحمر كامله من الجواه كاملين، كتجي زوينه واللون كيجي فيها زوين. فانا كنستمر في التعمار وفي الطياب حتى كنكمل الكميه كامله. كما كتشوفوا تحمرات من كاع الجوايه. كتجي محمره في داك العسل، داك شويه د العسل اللي كنديروا فيها هي كتعطينا هذا اللون زوين. آه صافي انا كنستمر هكذا حتى كنكمل الكميه اللي عندي كامله. وكما كتشوفوا كملت المسمن تاعي كيجي بحال هكا، كيجي بنين وساهل. كنتمنى تجربوه وديروا شير الفيديو الى عجبكم وديروا السبسكرايب بالنسبه للناس الجداد. والسلام.